شنو وقع في هذا الخطاب الملكي؟ السقف ديال التوقعات كان عالي بزاف. نعطيكم مثال، دابا البرازيل لعبه مع البنين، انت موقع البرازيل غتغلب البنين ب 10-0، واخا تغلبها ب2-0 ما، واخا 3-0، واخا 4، لا خصك 10، حيت التوقعات درتيها كبيره. بحال شي واحد غيجي في الامتحان 20/20 موقع يجيب 20/20، واخا كيجيب 11-12 ما كيسحب. عطيتكم غير مثال، هذا الخطاب الملكي التوقعات كانت عاليه، كلشي كيتسنى. هو في الخطاب خصو يسمع كلمه: وقررنا حل الحكومه، وقررنا انتخابات سابقه، قررنا حل البرلمان، كاين اللي كاع ربما توهم اعتقال. هذا هو المشكل. الا ما سمعش هذاك الشيء، ما حنا من الناس، انا براسي التوقعات اللي عندي ماشي التوقعات، الاماني. حنا الحمد لله كنديروا شويه ديال الاماني. نتمنى هذه الحكومه يحلها جلاله الملك، كنتمنى ما نعرف شنو يوقع الا جوج حوايج: ما نبغيهمش على الموت، ما نبغيهمش الحبس، لانني صحفي، والصحفي عمره يطلب الحبس شي واحد. وهذا ما معناش، ماشي معناه انني كندخل في القضاء، ولكن حنا خدمتنا دايره بحال هكا صافي. انا كنت كنتمنى خطاب جلاله الملك، كنتمناه، والله حتى على مستوى التدوينات كنكتبوا وفي اتجاه كمجتمع مدني. بزاف الناس كيديروا هذا، كنحاولوا ما امكن داخله في اطار يعني الضغط ديال المجتمع المدني، باش هذه طريقه سلميه محبوبه. وخضر ليها جلاله الملك واحد المره قال ان المجتمع المدني مهم كسلطه مضاده، لانه هذا هو الوظيفه ديالو في اطار المعقول وفي اطار القانون. ولكن كنعرفوا حنا خوتي المغاربه، جلاله الملك نهار اللي عفى الوردي وبن عبد الله ما اتخذش هذا القرار من داخل البرلمان، من خارج البرلمان. منين عفى القروج ولا اوزين ولا الشوباني ولا عدد من عباد الله، ماشي من داخل البرلمان، من خارج البرلمان. بمعنى اخر ان جلاله الملك يقدر يتخذ قرارات ماشي بالضروره من داخل ديك المؤسسه. اليوم يخاطب البرلمانيين، هو ليس في مجلس وزاري، ماشي هو جاء يخاطب افتتاح البرلمان. وضحتوا يقول لهم البرلمانيين واخر دوره والتشريع والاستكمال وهلم جرى في هذا الاتساع. فأنا أنبهكم أخوتي المغاربة، كونوا أذكياء، ليس في صالحنا انتصروا رواية أخنوش وصحبه. كونوا أذكياء، الخطاب الملكي يجب تثمينه. مادام يكفيه أن الجبل 30% كتعاني من الهشاش، شكون المسؤول؟ حكومة، السلطة، ماشي حنا. إذن هذا اعتراف بأن الشباب والمغاربة نضالاتهم مشروعة. طبعا ماشي العنف، النضال في إطار القانون غير مقبول. جلاله الملك ملي تيقول لك العقليه كتبدل، اذا هذا كيعني بان الشباب عندهم الحق. اذا الشباب طلع لهم هاد عباد الله في راسهم. اذا علاش كنرجعوا للخطاب الفكري اللي قلت لكم الاولى ديال تصوروا جلاله الملك ما يعترفش كاع بهذا الهضره؟ لا عقليات زوينه، هذاك هو اخطر سياسه للمحبط. بالعكس، هذا خطاب محفز على مزيد من النضال، هذا خطاب محفز على الاستمرار. انتبهوا لجوج الناس، انتبهوا للحكومه غتقول لكم لا سوقكم خاوي وكذا. باش علاش؟ والله باش دير هكا وتسلم الواقع. هذا هو الخطه. انا علاش كنناقش معكم باش ديروها. ليس في صالحكم خطاب ديال ما كاين والو. ثانيا خطاب ديال ما كاين والو عايش الخطاب المتطرف. والخطاب المتطرف الراديكالي جربناه طيله عقود من الزمن، وكانت الكلفه باهظه وتعطلنا وقدمنا تضحيات جسام، ولكن في الاخير شكون اللي انتصر؟ لهذا خصنا نكونوا اذكياء جدا. المؤسسه الملكيه فاعل مركزي في الحياه السياسيه، والدليل هو شوف الترقب. حتى اللي كيعارضها، اللي ما كيعارضهاش، حتى اللي كينتقدها، بغينا ولا كرهنا كلنا جلسنا كنتفرجوا. وهذا مكسب لجيل زيد. شكرا جيل زيد. سمعوا خوتي المغاربه تهضر، ما بقاوش تسمعوا لدوك المغردين ولا اللي كيحبطوا ولا ما تسمعوش الحكومه، راه عندها حكومه ولادها ما كاين ولا. لا كونوا اذكياء. صنعتم المجد واثبتكم انكم بالصح مغاربه حرار. فين المهداوي بالك هادشي واحد؟ خطاب الملكي فيه المطالب ديالكم، الجبل، التهميش، الصحه، فيه التعليم، فيه المهم على الاقل خطاب فيه هادشي. هذه واحد. جوج، هذا اكبر خطاب كنظن اللي كلشي كيسمعوا بفضلكم. ثلاثه، عدد من الناس لاشاو بقاوش كاع كيبغيو السياسه، اعدتم المغاربه الى السياسه، كلشي ولا متبع. اربعه، مؤخرا المغاربه الكره انظروا الماتش الاخر المغرب ماشي نفس التفاعل، يعني المغاربه عرفوا الاولويات ديالهم بفضلكم. سته، الى عهد قريب ما كيجي لا وزير التلفازه ولا الوزراء كيعترفوا بالاخطاء، ولا الوزراء كيجيو التلفازه اعترفوا بوجاهه المطالب. بضغطكم وبفضلكم حققتم مكاسب كبيره بزاف. فرجاء كونوا اذكياء، لا تجعلوا اليأس يتسلل الى قلوبكم. كونوا اذكياء. الخطاب في صالح الحركه ديال التغيير، فرجاء تبقى يعني الشعله ديال النضال مستمره في اطار الاستقرار. كونوا اذكياء. انا كنطلبكم المغاربه كونوا اذكياء. هذا الخطاب هذا ارضيه خصبه للاستمرار في النضال الحقيقي. شنو كان غيدير جلاله الملك؟ انا ما نقدرش نقول شنو خص، ما نقدرش ندخله في اختصاصه.
كنقول لكم انا المتمنيات ديال حميد المهداوي انا ما كانش مداخل البرلمان حل الحكومه، هذا هو المتمنيات ديالي. كاين المواطن المتمنيات ماشي هو الدوله المعطيات اللي عندها ولا الاكراهات اللي عندها، ربما عندهم شي قراءه اخرى. هذه الحكومه انتم كشعب نهار الانتخابات عاقبوها بيناتكم، مع اختاريتوها من تجي اللحظه ديال الانتخابات شاركوا بغينا هذا الشيء. ربما يكون هذا التصور ديال المؤسسه الملكيه، هذه الحكومه جاوبوا عليها نهار الانتخابات. ربما ما نعرف تقدر تكون شي شروط اخرى، يقدر يكون شي ضغط شعبي اكثر في المستقبل. والى الله يحفظ حنا الى كان شي الى ولات هذه الحكومه، تصوروا النضال دابا لا تطور بزاف اكثر من هذا الشيء اللي كاين. شنو غيوقع؟ جلاله الملك غيبدا يتفرج، راه كيولي حيت هو المسؤول على استقرار البلاد. شتي جلاله الملك مع مصلحه الاستقرار في اللي بان له، راه لا بان له هذه الحكومه البلاد غتمشي والله لا باتت، بان له واحد اللحظه معينه الى وصل لواحد المستوى. خصنا نامنوا بهذه الفكره، ربما الضغط باقي ما وصلش لواحد المستوى، والله اعلم والله اعلم ما نقدروش نقول. ولكن انا غنقول واحد الفكره للحكومه، عار ثم عار ثم عار في تجارب احدنا. ناس تصور وزير عدل الماني قالوا له غير واحد الجمله دوزيها في الطروحه ديالك، تصور قدم استقالته. رئيس حكومه ديال هولندا قالوا له اسأت التصرف في المساعدات الامريكي، قدم استقالته. في عدد من الدول عباد الله حنا ما تيحشموش، نحن لا يستحون، حنا عندنا واحد الفاعل الحزبي لا يستحي وخطح البلاد وخا يموت المغرب كله. علاش حنا نبقاو عاد نتسناو نتحطوا في هذا النقاش؟ قال العايقين علاش نتوما علاش ما عندناش ثقافه الاستقاله؟ اعطيني شنو بغيتي كثر تخسر. شوف ماتوا 3 ديال المغاربه بغض النظر على كيف ماتوا 3، ضربوا البوليس، ضربوا القوات المساعده، ضربوا المواطنين، تعتقلوا الشباب. الصوره ديال البلاد وحنا مقبلين على ملتقى قاري وملتقى حشومه. شنو قول لي شنو السبب؟ شكون اللي وصلنا لهذا الشيء؟ في كل الحالات انتم مسؤولين. علاش هادشي ما وقعش في حكومات اللي سبقوكم؟ ما شفناش في حكومه سعد الدين العثماني، ما شفناش في حكومه بن كيران، شفناه في الريف، ولكن ليس بهذه المصيبه. دابا راه وطنيا تصور توصل لهذا المستوى ولا تستقيل. هادشي شنو بغيتي؟ انتم تاملوا. خرج بن عبد الله بغض النظر بن عبد الله واش مالو ملاك ولا، ولكن خرج دار تصريحات وكذا قويه. خرجوا له واحد الفيديو قديم شحال هذه بغيت سيركيلا، خرجوا له في واحد الموقع مقرب من حكومه اخنوش، حركات صحيحيه داخل تقدم وشي خرج عاوتاني اوزين. تصور اوزين عاوتاني خرج حركات صحيحيه داخل الحركه الشعبيه. واش هذا ماشي كافي يتفهم باننا نواجه لوبي خطير، لوبي صعيب، لوبي كبير بزاف؟ هذه الحكومه خطيره على صعيد الدسائس، خطيرة على صعيد يعني البلطجة، خطيرة على صعيد دعم الصفحات، خطيرة على أنا علاش واخا كنشوف عباد الله في التلفازة الشباب جاو ما عمري ما حسيت بأنه غيكون تغيير. علاش؟ ملي كنشوف الصفحات ديال التشهير مستمرة. شوفوا على الصفحات التشهير واش توقفت. ملي كنشوف صفحات التشهير ما توقفتش كنعرف بأنه سيعود يعني التحكم مجددا. دائما كنستحضر بعض المقولات ديال شي مفكر تيكون زوين. عقلت وقلتها لكم واحد المرة ديال لينين كيهضر على البرج. لينين باش كنذكر الناس، لينين هو ماركسي ياك، والماركسيه كتعرفوا هي واحد النظريه اللي هي اللي حلت الميكانيزمات ديال النظام الرأسمالي، فكاتو مزيان. وكتعرفوا الماركسيه كتنتصر الطبقه البروليتاريه العمال ضد البرجوازيه. شكون هي البرجوازيه؟ اللي عندها وسائل الانتاج، عندها الارض، عندها المعمل، عندها كذا، والاخرين تيبيعوا لهم قوه العمل، تيمشيو يخدموا تيستنسبوا، والاخرين كيدبروا الثروه على ظهرهم. مزيان. لينين حيت كينتصر العمال كيبان لهم هما اللي ضحايا الاستغلال. عنده واحد المقوله زوينه تيقول لهم ان للبرجوازيه هذوك اللي كيستغلوكم مال الفلوس ومال الاراضي، ان البرجوازيه كوادر اكفاء. ما معنى كوادر اكفاء؟ وعلى البروليتاريا ان تكون لها كوادر اكثر كفاءه. راه عندهم مفكرين جزوارات واعرين، هذوك اللي لاباس عليهم اللي حاكمينكم. وحتى نتوما الفقراء ولا المتضررين خاص يكون عندكم ناس كيفكروا باش تخوضوا الصراع وتعرفوا كيفاش تمشيو فيه. هذه الحكومه حتى هي عندها الكوادر اكفاء، ما كينعسوش من نهار خرجوا ما كيخطوا. شوف كيفاش كيتلولوا بحال الحربه، جاو التلفازه، جيب دوزام، جيب الشعارات، حنا غلطنا، حنا هادشي كامل. كل شيء كما تيقول بروشتاين، كل شيء يتغير من اجل ان لا يتغير اي شيء. هذه مقوله بروشتاين تقول كل شيء يتغير، ولكن الهدف شنو هو؟ من اجل ان لا يتغير اي شيء. كاع داك الحركات دوزيام الاولى ميدي هذا بيت هذيك دا حنا غلطنا، حنا سمحوا لينا، شنو بغيتوا، شنو بلا ما دازت العاصفه.